بستغرب قوي للناس اللي قاعده في الاستوديو التحليلي وناس كبار في الكوره وناس يعني 24 ساعه كوره ويجي يقول لك ايه الاهلي بمن حضر. الاهلي بمن حضر قصدهم على مين بقى؟ يعني قصدهم على مين اللي هم ما بيعرفوش يلعبوا خالص؟ قصدهم على محمد شريف، قصدهم على احمد عبد القادر، قصدهم على خالد عبد الفتاح اللي كان مكسر الدنيا في سموحه وجاي باك رايت عالمي كان بيلعب. قصدهم على مين؟ يعني عندك ديانج، عندك الكندوزي. يا جماعه ما هو مش اما واحد يقعد ماتشين ورا بعض ويجي يلعب يقول لك الاهلي بمن حضر، الاهلي بيكسب بالتشكيل الاحتياطي. يا جماعه الكره، يا جماعه انتوا بتتكلموا على النادي الاهلي. عندك نادي الاهلي النهارده بيلاعب سيراميكا وكارثه. احنا الدوري المصري ده هنسميه دوري الجبناء، دوري الضعفاء. يعني ايه بتلاعب النادي الاهلي ونازل عايز منه بونت؟ يعني ايه بتلاعب فرقه زي النادي الاهلي وكاشش وبتلعب بخمسه اربعه وواحد؟ ويعني الفرود ده بقى بتظلم. الفرود في الدوري المصري غير الاهلي، غير النادي الاهلي والزمالك، يعني اسمه فرود يتيم، فرود لوحده في نص الملعب وعايزين تطلعوا فراوده. يعني ايه فرود في نص ملعب لوحده في وسط ثلاثه من لاعبي الاهلي؟ يعني سيراميكا النهارده كان بيلعب والراجل الكابتن حلمي طولان يعني صاحب فكر عالي، الراجل بيلعب ايه؟ دافع يابا قدام الاهلي اطلع اخد بونت، يبقى انا وقفت النادي الاهلي، انا وقفت الاهلي المصري. يا عم يا جدعان الكره مش كده يا جدعان، الكره خد وهات. انت نازل وعارف انك بتلاعب فريق قوي، يبقى بقى لازم بقى يبقى في علامه هنا بقى، لازم نقول الراجل ده مدرب جامد، الراجل ده بيلاعب النادي الاهلي جيم مفتوح. الراجل ده لا، ده الراجل ده كان مستحوذ على النادي الاهلي، ده في كوره من الكور 10 دقايق خد وهات خد وهات. ايوه كده، ايوه يا جماعه انتوا بتحلموا وتقولوا استثمار رياضي وتقولوا مش عارف ايه. ده احنا في الدوري بتاعنا الكره جت في رجل الحكم والحكم راح يشوف في الفار جت في رجله ولا ما جاتش. هو في كارثه اكبر من كده؟ يعني في كارثه اكبر من كده ان نادي ياخد بعضه وينسحب ونيجي نقول يا جماعه الكوره والظلم ومش الظلم؟ يا جماعه احنا مش عايشين كره قدم، كره القدم دي محتاجه فرمطه في مصر. يعني ايه اكون بلاعب النادي الاهلي ونازل 90% ان دافع، ويوم ما تجيلي كره يا عم هلطش وهاخد؟ يا جدعان الكره مش كده. الكره دلوقتي الدفاع اللي بيعرف يطلع من تحت ويحضر لعب ويطلع لنص الملعب ونص الملعب يطلع للهجوم ويبقى في شكل كده عالمي زي النادي الاهلي، مسك سيراميكا غسله، غسله وايه 1-0. وما نجيش بقى نقول الاهلي بمن حضر، ما تجيش تجيب لي لعيبه قعدت ماتشين ورا بعض ولا حاجه ويجوا يلعبوا ونقول لك الاهلي بمن حضر. لا يابا، النادي الاهلي بالكتير اي لاعب يلعب، ده المفروض اللي يتقال. ما نجيش نقلل من لاعب قعد ماتش احتياطي. سلام عليكم يا جماعه بقى واتكلموا في الكوره صح.